جماعه طلقها جماعه، الواحد مش ناقص. دايما جوزي بيطلب مني ان اكون مختلفة وديفرنس. لا، ما هو يختار حاجه واحده، يا مختلفه يا ديفرنس، اللي هم حاجه واحده. اول ما اتجوزني ما كنتش بعرف اعمل المحشي خالص، لكن النتيجة ديت بعد 13 ساعة مرضية جدا بالنسبة لي. انا اتمنى ان يكون ده الحشو بتاع المحشي، لان لو ده المحشي فانا ما احبش ان احنا نزيد فرد قدام محكمه الاسره. علمي بناتك ان المحشي لن ينقص من قدرهم شيء. دي رائعه من روائع الشيف حسن ولا الشيف شربيني دي. انا كنت داخلة عروسة جديدة، بحسب بقى ان انت بتعملي ايه؟ اكل الكوري السويت والشاور والحاجات دي هي اللي بترضي الراجل. طلع الراجل ما بيحبش غير المحشي المصري. بصي بذمتك يعني، وانا بذممك كنت شكلك انسانه ايه، عندك ذمه يعني. ده محشي وده يرضي الراجل؟ ده لو ما رقعش كلمه طالق في 3 ثواني ما يبقاش هو. انا مش مشكلتي بقى انه سابك واتجوزني علشان بعرف اعمل له كل اللي نفسه فيه. يا خساره، هيسيبك انت كمان، يبقى كده الراجل ساب مرتين بس اهون له. تعالي معايا هنشوف هنعمله ازاي، ودايما تبقي مبتسمة وفخورة بنفسك. حبيه هيحبك. والله لو عشقتيه على المحشي ده ما يحبك. وبعدين يا استاذه، العين بتاكل قبل البق، في الحاله دي لا العين ولا البق هيهوبوا اساسا. حبي المحشي هيحبك، هيديكي كل اللي انت عايزاه. واللي ظاهر لي كده في اللي انا شايفه ده كده علاقه حب من طرف واحد، انت بس اللي حبيت المحشي والمحشي ما حبش. يلا بينا بقى. اول حاجة هتجيبي رز مصري. مش فارقه محصله بعضها، على اللي انا شايفه ده مش فارق. رز مصري، رز هندي، رز بلبن، واحد. طبعا بتخلصي مطبخك وبتنضفيه وما تعمليش اي قلق. هو انت حضرتك ده بتدينا نصيحه علشان تبقى قدوه ولا تبقى عبره؟ على اللي انا شايفه ده لا، ايه ده؟ تبقي مبتسمة وتجيبي رز مصري وكرنباية مصرية. طب الحمد لله ان انت اكدت عليا، كنت هجيب كرومبا صينيه. هتسلقي الورق عادي، هتقطعيه. معلش بقى، هو جوزك ده عن حب ولا شيكات وكمبيالات ولا ايه الدنيا؟ بس وهتكوني حضرتي الخلطة اللي هي عبارة عن ملح، كمون، الكار الشطيق فيها مدام ليلى علو مالك. ليمون، بس كده. هتحضري بقى الرز بتاعك والبتنجان والكوسة وكل حاجة، كل حاجة هتحضريها. معلش، اصل هي كانت فاكره ان مش كل حاجه هتحضرها، في ناس هيحضروها لها يا استاذه ما تقولي كلام منطقي، يعني نفسي يبقى الكلام في محله. طبعا احنا لازم بنسبك المحشي زي ما انت شايفة كده. هو حضرتك بص هناك ليه؟ هو في حد يعني الموضوع ده في حد جبرك عليه؟ ما عشان نفهم. اصلا اللي انا شايفه ده لا، ده ولا حاجه بنفس ولا حاجه بنفسي ايه، بس اللي انا شايفه ده. تبقي مبتسمة وفخورة بنفسك. بس هتلف وترمي في الحلة. اكتر كلمه قلتها صح والله، انك بتلفي وترمي في الحله، ده رمي، ده مش حشو. عايزة اقولك هتاكلي احسن رز، احسن محشي رز. طيب يا استاذه بصي، انت ربنا يوفقك، حاولي كده تحوشي قرشين علشان المحامين الايام دي يعني اسعارهم غاليه، فربنا معاكي.